سمك المقلي والرز الصيادية هنعملهم كده بطريقة حلوة جدا وبسيطة وسهلة. هنعملهم افخم من اي محلات واي مطعم كلتها بره. الرز طعمه حلو جدا وشكله جميل زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. وهنعمل كده شوية سمك مقليين اهو بتتبيلة حلوة جدا، وهنعمل سمك بالصلصة هيعجبك جدا ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كده السمك بالصلصة والرز الصيادية والسمك المقلي ده كده تتبيلة حلوة جدا ان شاء الله تعجبك، وطعمه حلو قوي قوي. بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات كلها اقتصادية وبسيطة. زي ما انت شايفة كده الرز طالع معانا مفلفل زي الفل، والسمك شكله بيتكلم عن نفسه زي ما انت شايفة اهو. بإذن الله يعجبك. يلا بينا كده نشوف الطريقة وعملنا ايه. معانا السمك المتنضف جبته كده اهو، نضفته حلو جدا كذا مرة، وعملت فيه فتحات كده شرايح بالسكينة، ونضفها حلو قوي، ونقعه في جنزبيل وليمون وملح ودقيق بيشيل اي زفارة. ونضفها حلو جدا تاني بعد ما جبته اهو، نضيف زي الفل من جوه. معانا بقى تتبيلتنا سهلة وبسيطة خالص. معانا كده كمون وكزبرة وفلفل وملح وتوم وفلفل بقى الوان، شطة اهو، ادي الشطة اهي، وده التوم والكمون اساسي في اي تتبيلة سمك. هناخدهم كده ونضربهم بقى في الكبة وننعمهم. وزي ما انت شايفة كده معايا السمك اهو متنضف زي الفل جميل جدا ما شاء الله طازة. بعد ما ضربت التتبيلة اهي خلاص بالشكل ده كده اهو. هاخد بقى كده من التتبيلة واحط في الفتحات اللي انا عملتها في السمك من الظهر كده، علشان تديني طعم حلو جدا للسمك، ويكون واصل لكل الفصوص اللي فيه، ويبقى طعمه حلو جدا. هتبله كله كده اهو في الفصوص، واحط كده في قلب السمكة من جوه. هخلص كل كمية ووريها لكم، علشان انا بصور بايد وبشتغل بايد اهو. هدعكها كده من جوه في بطن السمكة من جوه. التتبيلة بتاعتنا طعمها حلو وريحتها جميلة ما شاء الله. وهناخد منها حبة هنسيبهم، هشوف اقولك هتعملي فيهم ايه. بعد ما خلصت تتبيلة السمك اهو بالشكل ده، فضل معايا شوية هسيبهم دلوقتي بالشكل ده كده. ومعايا الدقيق بقى اللي انا هعفر بيه السمك، هحط فيه برضو الحاجات اللي انا حطيتها على السمك، الكمون والكزبرة والملح، وهقلبه علشان يكون الدقيق طعمه حلو برضو، والدقة توصل للسمك كله بالشكل ده كده اهو. هقلبه كده وهسيبه بقى. انا سيبت السمك في التتبيلة دي حوالي ساعتين في التلاجة، وبعد كده اشتغلت فيه تاني علشان ايه يبقى طعمه حلو. وادي السمك اهو بعد ما طلعته خد التمليحة حلو جدا. هاجي بقى اعفره في الدقيق ده. انا السمك ده كنت عاملاه في اول يوم صيام. كل سنة وانتم طيبين يا رب، نعاد عليكم الايام بخير. عشر ذو الحجة، 10 الاوائل، كل سنة وانتم طيبين. وادي السمك اهو عفره في الدقيق ما شاء الله. كانت اكلة حلوة جدا وكلنا اكلنا منها واتبسطنا، وكان طعمها جميل ما شاء الله. انا مش بعمله كتير علشان كل فين كده بعمله علشان يوحش الاولاد وياكلوه ويرضوا ياكلوه. وادي جبت طاسة كده وسخنت الزيت فيها اهو. ده الطاسة دي الآلية كده. بعد ما الزيت يسخن هنزل كده بالسمك بتاعي علشان اقليه اهو بالشكل ده كده. هسيبه لما يتحمر من الجنب اللي تحت ده اهو، واخد بالي منه لانه بيتحرق بسرعة. اجي بقى هعمل بقى الصلصة بتاعت السمك. جبت بصلة الصينية اللي انا هشتغل فيها، وحطيت عليها ملح وكل البهارات بتاعتها اهو، البهارات اللي انت حباها، وادعكها كده بايدي. ما تقوليش هضربها في الكبة ولا هعملها، لا امهاتنا كانت بتعملها كده، بتدعكها بسم الله ما شاء الله، وبتطلع ريحتها حلوة جدا. هحط كده شوية زيت واحطهم على النار بقى وهقلب. وادي السمك اهو بعد ما اتحمر ما شاء الله لونه جميل جدا. وهنكمل بقى بقية الصلصة بتاعتنا نشوفها اهي. حطيت البصل على النار وهقلبها
هقولك توصل معايا لغايه مرحله ايه وكده تبقى تمام. هسيبها كده تقلب شويه اهو. هفضل اقلب فيها كده لما تطلع تشم بقى احلى ريحه كده باذن الله، وريحتها تجيب اخر الدنيا كده وطعمها حلو ما شاء الله، وتخلي السمك جميل جدا. هنزل بقى كده بقطعه توم اهي. مفيش احسن من اكل امهاتنا اللي احنا تعودنا عليه وتربينا عليه، فعلا بدي طعم حلو جدا للاكل طريقتهم. بعد ما قلبت البصل كده وبدأ يحمر خفيف جدا هنزل بالصلصه. باللايك والكومنت الحلو من الحلوين يا ست الكل. بعد ما البصلة كده اتحمرت اهي بالشكل ده بقى لونها ذهبي كده غامق او بني زي ما بتحب تفضليه زي ما انت عايزة اهو. في ناس بتاخدها بقى وتطحنها بالشكل ده وتحطها. افضل انزل بقى كده عليها بالمية واسيبها لما تنزل اللون بتاعها. هجيب بقى كده مكعب مرقة وحبات طماطم كده متقطعه مكعبات، هايشه القشر بتاعها والملح والبهارات بتاعتها، واحط معاها كده ايه معلقه كركم بيخلي الرز ده شكله جميل جدا ما شاء الله. بعد ما غليت كده الميه ونزلت لونها هنزل بالرز واقلب تقليبه حلوه، وبعد ما يتشرب كده هسيبه بقى يستوي وهدى عليه. وادي الرز بتاعنا اهو زي ما انت شايفه ما شاء الله طالع تحفه جدا وجميل وشكله بيتكلم عن نفسه مش محتاج اي كلام، والطعم بقى ولا اروع. وادي السمك بتاعنا الجميل التحفه ما شاء الله اهو السمك المقلي. كل سنه وانتم طيبين. انا كنت عامله السمك ده زي ما قلت لك في اول يوم في اول يوم من 10 ذي الحجه بل في رمضان. وادي السمك اللي انا عملته الصياديه بالصلصه اهو. رزنا بتاع الصياديه جميل جدا ما شاء الله، هيعجبك جدا وطريقه سهله وبسيطه وما بتاخدش اي وقت خالص. قولي لي ايه رايك بقى في التعليقات في طريقتنا بتاعه الرز والسمك وبتعملوه ازاي. ده طريقه بسيطه جدا احنا بنعملها ومتعودين عليها ما شاء الله وجميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم كده وخفيف على قلبكم. يا رب. احبكم في الله. مع السلامه.